عايزه اقول لكم ان الفيديو ده تقريبا بحاول اصوره للمره الرابعه الخامسه مش عارفه. اول ما فكرت ان انا اصور يعني لقيت بقى كل الاصوات حواليا ايه ما شاء الله، اللي بيزمر واللي بيصفر واللي بيغني. مش في البيت عندي، بره البيت. بس يعني ايه، ما يأستش، قلت هكمل يعني هكمل. المهم ان انا عايزه اقول لكم ان انا بقالي 18 سنه متجوزه، ولغايه دلوقتي كل شويه اكتشف ان انا في اكلات كتير جدا عمري ما عملتها في البيت، مش عارفه ليه بصراحه. زي السبرينج رول اللي انا بعمله دلوقتي ده، يعني عمري ما فكرت ان انا اعمله قبل كده. بنتي بقى هي اللي قالت لي ايه نفسنا فيه ونفسنا نجربه، فجبت باكت كده وقلت احشيه بالعصاق ويحقليه طبعا في الزيت. انا معرفش بصراحه اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، يعني مش عارفه هل مثلا في طريقه تانية غير ان هو بيتقلي في الزيت. الحشوات انا عارفه ان هي في حشوات مختلفه كتير، زي مثلا الجبن زي الفراخ زي الخضار. لا انا حتى لو سمعت اي اصوات مش هفصل وهكمل عادي جدا جدا ولا كاني سامعه حاجه، وانتوا كمان ولا كانكم سامعين حاجه. اي اصوات خارجيه اعملوا نفسكم كده مش واخدين بالكم. فاكتبوا لي بقى كده في الكومنتات ايه انتوا بتحبوه تعملوه بايه، يعني اكتر حشوه بتبقى حلوه فيه ايه. مع ان انا بصراحه مش متحمسه له قوي، عشان انا كنت مفكره ان هو من جوه عامل الورقه بتاعته زي العجين كده، مش زي الجلاش، فلقيتها عامله زي الجلاش. فحاسه ان هو ممكن يبقى شارب زيت، مش عارفه بقى فعلا هيبقى شارب زيت ولا لا. بس اديني كده ايه هجرب. اكتبوا لي بقى في الكومنتات الطرق اللي انتوا بتعملوا بيها عشان ناخد من بعض افكار.